السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل المخروطة أو الجادوسية أو القادوسية أو الرشتة. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن دقيق ومية وشوية ملح، وتعجنيهم عجنة كويسة كده محترمة. وتعالي نشوفي معانا خطواتنا ايه. اللي عنده مكنة المكرونة دي تمام ماشي، اللي ما عندوش هنعملها ازاي؟ تعالوا شوفوا معانا. هنعملها بالسكينة بأسهل طريقة موجودة في قلب بيتك، ومن غير تكاليف كتير، ونسمي الله ونصلي على رسول ونخش على طول. عندي هنا كيلو دقيق، عندي شوية ملح، عندي شوية مية عادية خالص من الحنفية، وتدعكيها دعكة محترمة كده كده، تعجني 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 لحد ما تملكيها كده كويس وتبقى زي الفل. عندي هنا صينية مرشوشة، هقطع الدقيق بتاعه والعجينة بتاعتي كور متساوية. تمام، عايزة تصغريها تمام، عايزة تكبريها تمام. طبعا حبايبي واخواتي اللي عندهم المكن هيسهل لهم كتير عن الطريقة اليدوية بتاعتي دي. وبعد كده خلاص قطعتها وهسيبها بقى، هغطيها وهسيبها ترتاح. هنعملها ايه؟ هنفردها بالنشابة او المردنة. تمام تمام. وانا بوريك اهو الدقيق بتاعي خلص والعجينة كانت كويسة جدا جدا وملكتها كويس جدا. هسيبها ترتاح من 10 دقايق ل15 دقيقة او ربع ساعة، ونسيبها ترتاح خالص زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اهي؟ كل ما تريحيها كل ما تبقى كويسة معاكي. بس نوع العجين ده بيبقى ناشف شوية او قاسي شوية. ليه؟ عشان ما يلزقش منك وانت بتقطعي، سواء كنت بتعمليها على مكنة المكرونة او سواء انت كنت بتقطعيها بالسكينة زي ما هوريكي دلوقتي. وسمك الرقاية او الفطيرة بيبقى صغير قوي زي ما انتوا شايفة كده، بتبقى رقيقة جدا عشان ما تبقاش معاكي عجينة وتبقى ايه مش كويسة في الاكل. هتفرديها بقى بالنشابة، وما تنسيش طبعا ترش الدقيق رشة محترمة كويس جدا. طيب الدقيق ده كله هتعملي ايه بيه يا دعاء؟ هنشيله تماما اهو، شايفة اهو؟ بوريكي، شوفي يعني ملي 2 ملي كده رقة الفطيرة بتاعتي او الرقاية بتاعتي. تمام تمام. هرش عليها رشة دقيق محترمة كده عشان اما اجي اقطع ما تبقاش تلزق معايا، ولما اجي الفها على بعض كده ما تلزقش معايا وتبقى عجين ليكي. تمام. وايه وتضايقك وانتي بتفرديها يا ست الكل. الاكلة دي من الاكلات الصعيدية الجميلة جدا. في ناس برضك من اخواننا وحبايبنا الفلاحين، حبايبي وعلى راسي من فوق، اخواتي وحبايبي اللي بنتعلم منهم. واكله مهمه جدا في الشتاء الجميل ده يا جماعه، وبتدفي. بتتقدم اما بسكر بودره لو سكر ناعم، او تتقدم في شوربه، او تتقدم بعسل اسمر او عسل نحل زي ما انت شايفه، او اللي هو الشربات اللي نفسك فيه اعمليه. بصي بقى، انا اهو شايفه الحركه دي، انا كده لفيتها برمتها كده في قلب النشابة وسيستها كده كده لحد ما طلعتها. وهوريك التقطيع بتاعي اهو. عايزة تقطعيه كبير قطعيه، تقطعيه صغير تقطعيه، وتكون السكينة حامية معاكي، ويكون معاكي شوية دقيق محترمة تلفي بيها العجينة دي عشان ما تلزقش في بعضها اهي. دي بيتعمل منها يا جماعة المكرونة، بيتعمل منها الاندومي، بيتعمل منها السمبوسة. العجينة دي اساس لكل الاكل الجميل الحلو اللي تحبيه وتفضليه ان شاء الله. التقطيع بقى حسب ارتياحك وحسب ما انت عايزة المكرونة بتاعتك او المخروطة بتاعتك او الرشتة او الجادوسية او القادوسية زي ما بيسموها في بلد كتير قوي قوي. هنا بقى تقومي ايه بالظبط زي ما انا عاملة كده، وخلي بالك من ايدك يا حبيبة قلبي، وتقومي بقى هنا ايه مفرطاها كده واسمها مفرفشاها زي ما بيقولوا. تمام، عشان ما تبقاش معاكي عجين. تمام تمام. عندك منخل سلك هاتيه. طب ما فيش حد بيبقى يخبز دلوقتي او عنده منخل سلك؟ لا، هتجيبي المصفى عادية، مصفى بلاستيك عادية خالص من قلب مطبخك زي ما هتشوفي دلوقتي الطريقة بتاعتي.
طريقة اعتمديها وتوكلي على الله، وكان طعمها خرافة يا جماعة. وممكن تفرزيها بس بعد ما تسويها على البخار، بتتسوى على البخار. شايفين شكلها وجمالها يا جماعة، وطعمها الجميل اللي زي الفل. انا هنا بحط رشة ملح بسيطة، عشان في ناس بتحبها مسكرة وفي ناس بتحبها حادقة، تمشي على الاتجاهين. تمام، زي ما تفضليها وزي ما تحبيها. حطي لايك شايفاكي، يلي ما حطيتيش اللايك لو انت مكمله معايا فضلا يا حبيبتي وليس امرا، حط اللايك عشان نرفع الفيديو، عشان الكل يستفاد يا حبيبه قلبي. واللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. اهي مصفى عاديه خالص اهي في اي بيت. تمام، عشان نتخلص من الدقيق اللي فيه العجينه، وعشان ايه توصلي لاحسن نتيجه. اديني بوريكي الدقيق اللي نازل منها. مش معنى ان انا ما عنديش منخل سلك ان انا هوقف الموضوع، يعني لا، بقلل قليل يكفي ان شاء الله ويفيد ويبقى شغلك احلى شغل. شايفين الجمال والحلاوة يا جماعة. وممكن برضك تعمليها مكان المكرونة الاسباجيتي. عندي هنا مية سخنة، وعندي هنا المصفى بتاعتي، حطيت عليها شوية معالق كده عشان تسهل لي عملية التسوية وما تكتمش ليا البخار. تمام، وعشان برضك ما تعجنش ليا المخروطة بتاعتي. تمام، هغطيها كده بقى رايح جاي كده، بحيث ان هي تستوي بأسرع وقت. وأي بخار أو اللي هو السهل اللي بيقول عليه البخار أو كده بتستفاد منها العجينة بتاعتي وتستوي. تمام، انا حطيت مره ودي تاني مره اهي. وتفردي برضو، شايفه ما تسيبيش، يعني مش تقولي ما تزهقيش. افردي القماشه بتاعتك، الشال بتاعك، الطرحه بتاعتك اللي انت عايزاه. شايفه اهو، انا بوريك اهو. امسح بقى من هنا كده عشان لو في اي دقيقه في اي حاجه ما تعجنش معايا اهو. امتى افتح عليها؟ لما اشوف البخار اهو طالع منها. كل حاجة بتفاصيل التفاصيل قدامك يا ست الكل. انا بعمل كل حاجة قدامك. معلش بقى البوخة او البخار بتاعت المخروطة طلعت. تمام اهو، وتقلبي برضك. تمام، ما تشيلهاش الا ما تتأكدي انها استوت 100%. شايفين الجمال والحلاوة، شايفين السهولة واليسر. مش معنى ان ما عندكيش حلة اللي هي حلة البخار، او الحلة اللي بيقول عليها حلة الكسكسي، او الحلة بتاعة الخضار السوتيه ده اهو، هنقضي ونكمل وتبقى اكلتنا زي الفل. في يا جماعة ناس بعد ما تخلص بتلفها بالسمنة البلدي. تمام، وهوريكي كل حاجة بالخطوات. ايوه، شايفة اديني بوريك اهو. بصي المعالق زي الفل اللي هي محطوطة. شايفة البخار طالع ازاي اهو. ما تستعجليش على حاجتك، اظبطيها وظبطيها كده، وسمي الله الخير يكتر في بيتك وبيتنا ان شاء الله. اللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين اهو. بس نصيحتي ليكي يا حبيبتي، ما تكتريش العجين الكتير في قلب الشال او قلب القماشة اللي عندك دي. تمام اهو. انا كده بفضي على الصينية وهو سخن كده، بسلكه كده زي الفل زي ما انت شايفة. هجيب بقى شوية سمنة بلدي، زبدة صفراء اللي عندك، واللي تحب ان هي يبقى ليها طعم جميل وزي الفل. شايفين كانت سخنة يا جماعة، وكانت واو طعمها ولا في الخيال. احنا كنا بنحب عليها السكر البودرة. انا دلوقتي بقى هحط عليها العسل، واحط عليها السمنة البلدي. اللي ما عندوش هنا برك، هنا عندي هنا كلكيعة كده بسيطة ما يهمكيش برضك. ايوه، فكيها كده من بعضها وتبقى زي الفل اهو. شايفين الجمال اهو يا جماعة. المخروطة كما يجب ان تكون. بس المكنة كانت سهلت عليك كتير. لو كانت عندك، ما عندكيش مش هنقف. انا بالسكينة قدامك اهو، وعملتها خطوة خطوة. احنا مفيش حاجة ان شاء الله تقف قدامنا بإذن الله. وما تكسريش يا حبيبتي، وفري في بيتك. شوفي الكيلو بره بكام، وفري في بيتك من نص كيلو دقيق، من كيلو دقيق هتعملي وتاكلي وتملي الفريزر بتاعك. انا بعد ما بردت وهديت كده عبيتها في اكياس في قلب الديب فريزر، واطلعها ساعة العشاء، ساعة وجبة فطار. تحطيها بقى بلبن، بقى تعمليها بلبن، بعسل، بسمنة بلدي. اهي المية السخنة بوريها لك، وبحط عليها المصفى بتاعتي، بحيث ان البخار يطلع مباشرة اهو على المصفى، مش هنا ولا هنا، عشان ما تهربيش منك البخار بتاع المية اهو يا ست الكل. اهي كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. كانت اول طلعة دي بقى بألف هنا وشفا، كلوها الولاد.
خلي بالك عشان ما تعجنش منك، ما تكتريش عليها. تمام، لا خليها كده، اديها شويه بشويه تعمليهم عشان ما يعجنش منك يا ست الكل. اهو هنا هحط بقى السمنه البلدي عندك اهي، انا هحطها لك دلوقتي، وعندي العسل الاسمر والسكر البودرة. تمام، قلنا برضك نجرب اهي، صابع زبدة كده يسيح في قلب اهي، في قلب المخروطة. بقولك حطي لايك يا ست الكل. لايك 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 لايك، يلا فجريه كده لايك، وصليه ل10,000 لايك. الفيديو ده يستحق منكم يا جماعة. اهو العسل الاسمر شايف بقى نازل كده، وايه يا جماله يا طعامته يا حلاوته، بألف هنا وشفا لكل من كل، وألف هنا وشفا لكل من شاف يا ست الكل. وتفضلوا معانا بقى، وعلى شوفي اللي انتوا عايزينه من وصفات اي نوع من انواع الاكل تحت امركم، اكتبوا لي في التعليقات. ونسيت اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.